لا تنسى دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ضدا في أعداء وحدتنا الترابية. في خطوة مستفزة أغضبت كثيرا المغاربة، الإسبان يعترضون شاحنات طماطم مغربية في إسبانيا متجهة إلى إنجلترا، ويستولون على الطماطم ويلقونها أرضا في خطوة غير مقبولة أغضبت كثيرا المغرب، وجعلت وزارة الخارجية تتدخل بعجالة. وفي التفاصيل، وفي يوم الخميس الموافق ل 8 فبراير الجاري تعرضت شاحنات مغربية محملة بصناديق الطماطم لهجوم عنيف من قبل بعض المزارعين الإسبان الغاضبين من سياسة حكومة بلادهم. ونقلت قناة أنتينا 3 الخاصة أن الشاحنة المغربية كانت تقل عدة مئات من الصناديق أو من صناديق الطماطم القادمة من المغرب، وأن هذا الهجوم يأتي في إطار الاحتجاجات التي ينظمها المزارعون الإسبان والمربون لليوم الثالث على التوالي، والتي أدت إلى تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة ووقوع العديد من الحوادث. وأظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي كيف قام بعض المحتجين بسحب سيارتهم أو سيارتين تابعتين للحرس المدني من الطريق، وكيف قام آخرون بتدمير وإفساد الطماطم المغربية برميها على الأرض بوحشية. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية الإسبانية لم يكن هذا كل شيء، بل تقدم المزارعون الإسبان بدعوى قضائية ضد الشاحنات المغربية، مدعين أن الطماطم المغربية التي تحملها لا تلتزم بنفس المعايير التي تطبق على الطماطم الإسبانية. وذكرت المصادر ذاتها أن الشاحنة كانت محملة بالطماطم وانطلقت من المغرب نحو بريطانيا، غير أن مشوارها انتهى في إسبانيا في خضم مظاهرات المزارعين الإسبان. ويطالب مهنيو القطاع بتدخل عاجل وحاسم وفعال للوزارة المعنية التي سبق أن قللت من الموضوع، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لصاحب الشاحنة المغربية ومساءلة صريحة للسلطات الإسبانية. وكانت مصادر إعلامية من الجارة الشمالية قد أفادت بوجود تحرك للسلطات الإسبانية لمنع عرقلة المزارعين الغاضبين لحركة السير في الطرق السريعة. في هذا الصدد قال الشرقي الهاشمي الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهني النقل أن هذا الاعتداء أمر مشين للغاية، يعبر فقط عن انحطاط كبير لبعض المهنيين في إسبانيا.